صاحبي تخيل ان انت ممكن تدخل مكان واحد بس تشتري منه كل حاجه ليها علاقه بالسيت اب، اضاءه، استندات، معدات ار جي بي، كل حاجه ممكن تخطر على بالك. حتى الكادر اللي ورايا دلوقتي ده تقدر تعمل زيه بالظبط. ومش كده بس، فيديوهات شرح للمنتج ازاي يتركب وازاي تشتريه وكل حاجه زي ما احنا هنعمل في الفيديو دلوقتي. اول مره هاخد لفه في الستور بتاعي العبدستوديو.com وهتعرف كل حاجه ازاي تشتريها وازاي تركبها وكل حاجه في الفيديو ده. فما تنساش اعمل لايك وشير وسبسكرايب واتفرج على الفيديو للاخر، هتستفاد جدا. طيب خلينا بقى نصغر الشاشه ونفتح الموقع بتاعنا وناخد لفه كده سريعه الاول، وبعد كده هنعمل اوردر مع بعض بحيث انت تكون عارف ازاي تعمل اوردر وتكتب بياناتك وكل حاجه. طيب اول حاجه وانت داخل على الموقع بيكون في سلايدز كده، ممكن تيجي عند السهم اللي على اليمين دوت، لو دوست عليه هتلاقيه بيقلب لك بين القوائم بتاعتنا، لايتنج، ستاندات، كل حاجه، وهتلاقي فيه فيديو للشرح. لو دوست عليه هيفتح لك بلاي ليست كامله بتتكلم عن فيديو الشرح، وهتلاقي اضاءة التصوير وكل حاجة. نفس الكلام في اي قائمة منهم هتلاقي برضو في فيديو شرح وفي ان انت تقدر تروح للقائمة نفسها. طيب اول حاجة الموقع شغال انجليزي وعربي، فانت تقدر تختار براحتك. انا في الفيديو ده للتسهيل هفتحه بالعربي بحيث ان انت لو عندك اي مشكلة في الانجليزي ميبقاش عندك اي حاجة وانت بتشتري. هنختار العربي منين؟ من فوق على اليمين كده. طبعا انت لو هتسألني ازاي اعمل نفس الكلام ده من على الموبايل، فهسيب لك فيديو في الاي فوق في شرح ازاي تختار من على الموبايل وتغير اللغة وكل حاجة، فمالكش حاجة برضه لو انت بتشتري من على الموبايل مفيش اي مشاكل. بس اغلب الناس اللي بتتفرج اكيد عندهم كمبيوتر يعني او بي سي او لابتوب ايا كان. فتح لنا كده الموقع اهو بالعربي، اكسسوارات مكتب، فيديوهات شرح، ومكتوب له شويه الاكسسوارات. لو دوست عليها تفتح لك القايمه، بس انا مش عايز افتح من الحته دي، انا عايزك توصل لفوق على اليمين كده في بار في كل حاجه، نمشي فيه واحده واحده. اول حاجه المكتب بتاعنا، اول ما بتسلايد بالماوس كده بتوصل لحته المكتب بيفتح لك قايمه تانية. القايمه دي فيها اجزاء من اكسسوارات المكتب. اول حاجه اكسسوارات المكتب نفسها، بعد كده مكاتب لو انت عايز تشتري مكتب، بعد كده في كراسي، في قايمه تانية اسمها حوامل شاشه، في قايمه الار جي بي، معدات تنظيم ومعدات تصنيع الليد. اول حاجه اكسسوارات المكتب معانا، اول حاجه موجوده في اللايت بار بتاع الشاشه. لو دخلنا عليه هتلاقي في كلمه تحديد اختيار، ده معناه ان انت عندك اختيارين مش اختيار واحد او في كذا اختيار. طيب الاختيار اللي عندنا هنا ايه؟ في المقاس، في عندك 30 سم، في عندك 50 سم. الشاشه بتاعتك لو كيرف هتواجه شويه صعوبه في تركيبها، بس هي بتركب عادي يعني. لو الكيرف بتاعك مش كبير قوي فهتركب معاك مفيش اي مشكله. ممكن بدبل فيس مثلا يساعد، او تحط تقل في المسمار من ورا مفيش مشكله. برضه عشان تشوف شكلها بالظبط هتلاقي تحت لو نزلت فيديو تمام في الوصف هتنزل تبص عليه، هو فيديو انجليزي طبعا، هتلاقي فيه تفاصيل الانبوكسنج وهتلاقي فيه شكلها وشكل الكونكشن بتاعها وكل حاجه، فتقدر عن طريق الفيديو ده تعرف هل هي مناسبه ليك ولا لا. ده كده بالنسبه لللايت بار. طبعا هو اوت اوف ستوك دلوقتي، بس ان شاء الله وانت بتشوف الفيديو يكون موجود عادي يعني. فلو حاجه اوت اوف ستوك او حاجه في سعر معين هنا مش شرط تكون هو نفس اللي على الموقع. الموقع هو اللي بيكون ابديتد، الفيديو ده مش هيبقى ابديتد كل سنه مره يعني. هنلاقي بقى الموضوع اللي بعده اضاءه اللي خلف الشاشه. طبعا اللايت بار دوت ما كانش فيه اضاءه ورا، فانت لو عايز تعمل اضاءه في الظهر وفي نفس الوقت اضاءه من فوق، فاللايت بار دوت هيعمل لك الاضاءه اللي على الكيبورد. بعد كده الاضاءه الار جي بي خلف الشاشه كل دراع فيهم 30 سم تمام، يعني هي مش اضاءه 30 سم، لا هو بيكونوا يا اما دراعين يا اما 4 دراعات. فاحنا لو دخلنا على كلمه تكوين منتج هتلاقي اول حاجه بيفتح لك قائمه في اولها في وصف المنتجات، طريقه الطلب وطريقه التركيب وتطبيق الواي فاي وكل حاجه. طبعا طريقه الطلب موجوده في فيديو الار جي بي هنشرحها هنا على السريع. عندك هنا اول حاجه عدد الخطوط، بتختار يا خطين يا 4 خطوط وبتسمع في السعر معاك هنا. نوع التحكم يا بريموت يا بواي فاي تمام وبتسمع معاك في السعر برده. ونوع الباور بتختار الباور الصغير او الباور الكبير، بس انت طبعا في الحاله دي الليد دوت كله 90 سم فمش محتاج تختار الباور الكبير، اختار الباور الرخيص عادي جدا. نرجع تاني. طيب عندنا حامل السماعه اسفل المكتب دوت مفيش منه اختيارات، هو اختيار واحد. حامل السماعه قدامك اهو بيكون بيتربط بمسمارين، المسمار تقريبا طوله سنتي او سنتي ونص في المكتب من تحت، بيكون شكله بالشكل ده. وبرده هتلاقي في الفيديو بتاع السيت اب الموضوع دوت مشروح بالتفصيل ازاي تركب وكده. هسيب لك الفيديو بتاع السيت اب فوق برده في اكسسوارات المكتب كلها. بعد كده الليد وبرده موجود في فيديو الليد فمش هحرق فيه وقت. هسيب لك برده البلاي ليست بتاعت الليد موجوده فيها ازاي تطلب وازاي تعمل تختار الليد بالتفصيل الممل. عندك البيكسل ديسبلاي ديت الشاشه بتتحط على الحيط او على المكتب بتاعك او كده، تقدر تعرض فيها الساعه او درجه حراره البي سي او الحاجات دي كلها، بتقدر تعرض عليها اي حاجه انت عايزها حرفيا تمام. مش عارف درجه حراره البي سي بتتحط ولا لا، بس هي بتقدر تعرض عليها اي صوره انت عايزها او فيجر او جيف او كده. عندك الديسك باد، حدد اختيارك، هتلاقي فيه 3 مقاسات 40 في 90 و105 في 50 و105 في 60. وبرده لو نزلت في الوصف هتلاقي التفاصيل بتاعتها وازاي بتتنضف وازاي بتتظبط وكده. برده هتلاقي الفيديو بتاعها وهي بتتركب على المكتب تمام، وهتلاقي ريفيو تحت اهو وريفيو تاني بحيث ان انت لو عايز تشوفها بشكل افضل من حد تاني يعني عامل لها ريفيو. عندك هنا بقى في ماوس بادز الجيمنج اللي هي مخصصه للجيمنج، اللي هي بتقدر تغسلها وتنظيفها اسهل من الديسك باد طبعا القماش بكتير بتاع جيمر وكده، فدي هتكون مناسبه ليك. الديسك باد
استندات مناسبه اكتر لحد بيذاكر، حد بيمونتير او كده، او حد بيعمل انبوكسنج وعايز يحطها على ترابيزه انبوكسنج، بتكون مناسبه في الكلام ده كله. طيب عندنا برضو الماوس باد الجيمنج موجوده بكذا شكل، عندك اللون الازرق في ابيض، عندك البيضه، عندك الاسود، عندك واحده كده لون مختلف مدي على بني شويه او كافيه، وعندك ايه تاني طبعا تقدر تشتريها على طول، ما فيش منها مقاسات، هي ال 40 في 90 بس الماوس باد الجيمنج. مسند اليد بتاع الكيبورد والماوس سوا هنا، وطبعا في تفاصيلهم تحت وفيديو الشرح بتاعهم ممتازين جدا لو انت بتكتب كتير او بتستعمل ماوس كتير. وبرده ممكن تشتري بتاعت الكيبورد لوحدها وممكن تشتري بتاع الماوس لوحدها. زي ما قلت لك نفذه من المخزون دي مش شرط تكون ادام الحاجه ظاهره عندك في الموقع فاحنا بنجيبها، فاهمني؟ بس ممكن مثلا تتاخر اسبوع اسبوعين، ممكن تكون مش متاح دلوقتي، هتتاح فتره ثانيه، ولكن ادام هي موجوده وظاهره لك على الموقع فهي هتتباع تاني. لو مش هتتباع تاني بكون شلتها على طول. تحت لو هتلاقي زرع، عندك الزرع الطويل ده ممكن تحطه على بي سي، ممكن تحطه على في مكتبه، تحطه على البيج بورد، اي حاجه عايز تحطه عليها بتكون كويسه بحيث ان هي بتديك طول كويس. الحاجات الصغيره بقى الثانيه اللي هي بتتحط على الرفوف وكده، اللي هي الزرعه ديت وديت عادي، شكلهم عادي جدا، مش محتاج يعني اشرح لك فيهم حاجه، هي زرعه عادي جدا. دي كده اول قائمه بتاعت اكسسوارات المكتب. هندخل على القائمه اللي بعدها قائمه مكاتب. طبعا هتلاقي في قائمه مكاتب في اكسسوار بيتكرر معانا اللي هو بتاع يد السماعه، بحيث ان انت ايه لو هتشتري المكتب من هنا تكون شايف الاكسسوار ده. في رفوف الخشبيه ال 120 سم اللي بتتحط فوق المكتب، بس مش متوفره دلوقتي، لكن برضو زي ما قلت لك ممكن تكون متوفره ساعه ما انت ايه تخش على الموقع. وفي مكتب هنا متاح، هتلاقي فيه تحديد اختيارات، المكتب بالشكل دوت قدامك، المكتب الصغير ده في منه مقاسين، في 120 سم في 60، في 180 سم في 70 سم. وحده الادراج ثابته والرجول اللي في الجنب دي ثابته، المقاس بس اللي بيتغير بتاع التوب فوق. وبرده في الخشبي الغامق، انت تقدر تختار التوب بتاعه خشبي غامق من فوق او الاسود. هتقولي طب انا عايز وحده الادراج سودا، عايز وحده الادراج بيضه، عايز وحده ادراج من ناحيه ثانيه، فانت بتختار من هنا اللي انت عايزه، وبعد كده حد بيتواصل معاك وبيقول لك تفاصيل اكتر لو انت ايه عايز تكستمايز حاجه في المكتب. بس حاليا مفيش غير شكل المكتب ده يعني للاسف. تمام. وهتلاقي برده في الوصف بتاعك في تفاصيل المكتب، الارتفاع، التصنيع بياخد مده قد ايه، الشحن تفاصيله ايه، فهتلاقيني بحط لك كل التفاصيل دي. طيب بالنسبه للضمان برده عشان ما اتكلمتش عنه، الضمان لاكسسوارات المكتب بيكون عند استلام المنتج. طيب اللايت بار الشاشه ضمانه 3 شهور عادي، اللايت بار الار جي بي ضمانه 3 شهور، اللي حامل السماعه معلهوش ضمان، ادام ما جالك سليم خلاص، اصلا مش هيحصل، اصلها حديد فاهم، فهو يا اما شغال يا اما مش شغال، فاهمني؟ ولو حصل فيه حاجه اللي هو مستحيل، ده انت لو قعدت عليه مش هيتكسر، بس لو حصل فيه حاجه تبقى عيب، يعني عيب استخدام، فاهمني؟ الديسك باد طبعا ما لهاش ضمان لان دي حاجه مستهلكه، والماوس باد الجيمنج برده ما لهاش ضمان لان هي حاجه مستهلكه، فاهمني؟ ادام وصلت لك سليمه مش مقطوعه مش مخبوطه مش مبقعه ما فيهاش مشكله فخلاص، فاهمني؟ انت استعمالك بقى دلقت عليها شيء، دلقت عليها حاجه كده ما بيكونش ايه، هي بتتغسل كده كده وبتنضف، بس لو بقعت برده من حاجه بتبقع فما نقدرش نبدلها. تمام، ده طبيعي جدا في اي ستور. الديسبلاي دي برده الضمان بتاعها 3 شهور، اي حاجه الكترونيه او فيها تفاصيل هتلاقي الضمان بتاعها 3 شهور، وفي حاجات ضمانها اكتر هقول لكم عليها. الكراسي حاليا انا شلت الكرسي الجيمنج بسبب مشاكل ان هو مش متوفر اغلب الوقت، في نفس الوقت مش مريح بالنسبه لي فشلته. بس في هنا الكرسي الابيض ب 5300، وفي الكرسي الاسود موجود برده، وتحت هتلاقي تفاصيل الضمان بتاعك، فيديو الكرسي، ان شاء الله نعمل فيديو تركيب قريب، تفاصيل الشحن، كل حاجه هتلاقيها في وصف المنتج، وعارف ايه اللي جاي لك وجاي لك على اساس ايه، ولو عايز ترجعه ازاي وكده. برده حاجه ما اتكلمناش عنها، سياسات الستور هتلاقيها تحت، سياسه الاسترجاع والاسترداد. انت تقدر ترجع في خلال 14 يوم، بتسترد الاموال من 3 ل 7 ايام، وممكن تستردها بشكل مباشر مع المندوب على حسب المنتج. والمرتجع مش بيكون مجاني طبعا، بندفع مصاريف الشحن اللي هي الاسترجاع وكده، تقدر تشوفها من سياسه الاسترجاع. سياسه الشحن والتوصيل، في ضمان عندنا على الشحن، لو المنتج وصل لك مكسور بنبدله لك او بنبعت لك غيره او بترجعه، مفيش مشكله خالص. بس كده تقدر تشوف باقي السياسات وكده تحت، يعني مفيهاش مشكله الحاجات دي. نرجع تاني للمكتب. كراسي خلاص احنا الكرسي خلصناه. حوامل الشاشه ما فيهاش برده كلام كتير، هسيب لك فيديو فيه حامل الشاشه في الاي فوق او في وصف الفيديو ازاي تركبه كده والفرق بينهم، في مقارنه بين كل الانواع اللي موجوده يعني. وتقدر تختار حسب انت عايز شاشتين، في واحد الحامل اللي على الشمال ده بيشيل شاشه ولاب او شاشتين، يعني ممكن تشيل الستاند بتاع اللاب ده وتخليه شاشتين بدل شاشه ولاب. وهتلاحظ ان الستاند ال 4400 ده في عمود من ورا، فانت لو عايز مثلا تخلي فيه شاشتين فوق بعض فالحامل ده هيكون مناسب ليك، لان العمود دوت طويل، فتقدر تخلي شاشه فوق مثلا وشاشه تحتها اصغر 24 مثلا او 27، فمناسب جدا وبيشيل لغايه 32، فجامد الحامل ده جامد. هو مكتوب لغايه 27 بس دي غلطه يعني هعدلها، المفروض لغايه 32. وانت الشاشه ادام هي تحت ال 9 كيلو الحامل ده يشتغل، لو الشاشه تحت ال 12 كيلو او 12 كيلو يعني الحامل دوت الاغلى يشتغل، فتمام يعني. وده برده بيشيل شاشتين او شاشه ولاب، وده بيشيل شاشتين او شاشه ولاب. تمام. اللي تحت دول كانوا بيشيلوا شاشات بس مش متاحين حاليا، وبرده زي ما قلت لك ان شاء الله ممكن يكونوا متاحين لما انت تكون بتتفرج. الار جي بي مش هتكلم عنها خالص، لان القايمه ديت انا اتكلمت عنها بالتفصيل الممل في فيديو 40 دقيقه ازاي تطلب وازاي تركب وكل حاجه، فهسيبها لك في الاي اللي فوق. الحاجه الوحيده اللي مختلفه اللي انت كنت بتقدر تشتري التطويله مره واحده، انما دلوقتي
دلوقتي احنا فصلنا، تقدر تشتري الكابل لوحده وتقدر تشتري الفيشه اللي هي الفيشه اللي من ناحيتين لوحدها. الفيشه دي تعتبر اصلا تطويله 30 سم. بص شكلها بيكون عامل ازاي، بيكون شكلها كده تطويله 30 سم وفيها فيشتين بتدخل دي في الليد وبتركبه عادي. لو انت عايز مثلا ايه تعمل فرق بين شريط الليد والريسيفر، او عايز مثلا تحط مشترك وتوصل مثلا ايه اضاءه في شاشه واضاءه في شاشه ثانيه قريبين من بعض، فالتطويله 30 سم هتكون متاحه. دي بتجيلك كده. طيب هتعملها تطويله ازاي؟ انا مثلا عايزها متر مش عايزها 30 سم، فبتطلب من الكابل ده اهو، بتختار عدد الامتار، تختار الكميه عدد الامتار، يعني هي ديت 100 متر، لو اخترت 6 فمثلا هيجي لك 6 متر وهكذا. فبيجي لك السلك بالشكل ده، بيكون فيه 4 اطراف. كل اللي انت بتعمله بيبقى مطلع لك النحاس على طول اهو، بتفرطهم عن بعض كده عادي زي اي سلك كهرباء، وبيبقى عندك بالشكل ده كده. وبعد كده بنقطع دي، انا هقطعها طبعا بمعده معايا اللي هي البتاعه دي، انت ممكن تقطعها بكتر او اي حاجه اهو، قصيته كده اهو. وبعد كده عملت ايه، قرشته او شلت الطبقه البلاستيك عن طريق كتر او مقص او قصافه او اي حاجه، بقى النحاس ظهر لي اهو. وهعمل كده عن الناحيه التانيه برضو تمام. وبعد كده بيبقوا لازقين في بعض، فببعدهم بضفري كده تمام، بفك كده واحده واحده بضفري تمام بالترتيب. وبعد كده بجيب الجزء ده كده واوصل فيه الجزء ده، استنى الفوكس اهو. الجزئين دول بيتوصلوا مع بعض، كل كابل مع الكابل اللي زيه بالترتيب علشان يبقى ار جي بي. فانت بتوصل الازرق مع اول واحد، والاحمر مع تاني واحد، والاخضر مع تالت واحد، والاسود مع اخر واحد. بعد كده بتلف كل واحد لوحده، وبتلف بالشكرتون على كل واحد لوحده بحيث ان انت تفصل اكنك بتعمل فيشه عادي. وطبعا النص التاني من الفيشه هتوصله مع الكابل كده، وبقى معاك تطويله 6 متر 7 متر زي ما انت عايز. عايز تشتري 2 متر وتقطعهم وتشتري مثلا 3 4 من دي، فهتبقى زي ما انت عايز. تعالوا نطلبها بحيث ان انت تبقى عارف تطلب ازاي. انا مثلا طلبت هنا مثلا 5 متر، زي انا عايز اعمل 5 تطويلات، كل تطويله طولها متر تمام، ودوست اضف الى السله تمام. وبعد كده جيت هنا في القطعه دي هشتري 5 برضو تمام، كل واحده فيها فيشه من الناحيتين تمام. فهتعمل لي كده ال5 تطويلات اللي انا عايزهم. بس دي تفاصيل التطويله بحيث ان انا ما قلتهاش في فيديو الليد ستريب. طيب خلصنا كده الجزء بتاع الليد ستريب، ندخل على اللي بعده. عندك معدات التنظيف والتنظيف، التنظيم والتنظيف. حدد اختياراتك، عندك كذا نوع دبل فيس، 12 مللي و24 مللي و36 مللي، والسعر بيتغير حسب الحجم. وعندك التراك الكهرباء طوله 50 سم وسمكه 1 سم ونص في 1 سم ونص. في واحد تاني سمكه 2 سم ونص في 2 سم ونص ونفس الطول 50 سم. وفي افزان هنا تقدر تختار الكميه من جوه واللون، مفيش مشكله في دي خالص. وفي السبعه في واحد. وفي رغوه الشاشه، هتلاقي في فيديو شرح ازاي بتستعمل جوه. وفي المالديني اللي بينظف بيه الكمبيوترات والاجهزه الالكترونيه، هو برده المفروض في فيديو شرح هضيفه في الوصف. معدات تصنيع الليد زي ما انا وريتك، البتاعه ديت اللي هي بشيل بيها السلك دي، تشيل بيها اي سلك عمليه يعني، او ممكن تستخدم قطر عادي. ديت التوصيله، ده الكابل. عندك برده مسدس الشمع لو انت عايز تلزق فيوتك او حاجه، عندك الشمع بتاع مسدس الشمع. مكنه لحام ان شاء الله نعمل فيديو ازاي بتلحم الليد وكل حاجه، بحيث انت لو عايز تعمل ايه رفوف او حاجه مثلا عندك مختلفه مش زي اللي احنا بنبيعها، مثلا عايز تجيب 5 متر وتقطعهم كل متر لوحده، تعرف تعمل ده ان شاء الله نعمل له فيديو. واللحام نفسه، اللحام طبعا غالي شويه ب 230 وانت مش هتستخدم ده كله، فان شاء الله ممكن نبيعه بالامتار بعد كده تمام. ممكن ننزل لكم مثلا من دوت واحد تاني تقدر تشتري بالمتر عادي. في هنا المشترك شرحته في فيديو الليد، والحاجات دي شرحتها في فيديو الليد، ودول تتشرحوا في معدات التنظيم. طيب كده احنا خلصنا الجزء بتاع المكتب. ندخل على تاني قايمة. انت كده يعتبر خلصت كده، احنا خلصنا الجزء بتاع المكتب. تخيل كل الحاجات اللي في المكتب، حامل اكسسوار تنظيم، كل حاجة انت في الجزء بتاع المكتب ده عملتها من غير ما تحتاج بقى تروح ل100 ستور و100 كهربائي تعمل كل ده تمام. تيجي للقايمة اللي بعدها، معدات التصوير تمام. عندك الصوت واضاءة واستندات وكل حاجة، ندخل فيها واحدة واحدة. طيب الصوت، عندك الفوم العازل بيجي معاه الدبل فيس بتاعه، يعني انت مش محتاج تلزقه بشمع او حاجه، هو الفوم فيه الدبل فيس بتاعه بتلزقه على طول. الفوم كل واحده 30 سم في 30 سم، وبتطلبها بالواحده عادي جدا. من هنا بتطلب واحده 2 3 10 زي ما انت عايز تمام. ده سعر الواحده، مش سعر كل اللي في السوق اكيد، ب 38 جنيه الواحده، بس ب 38 جنيه. اللي جنبه ده حامل المايك عادي، كنت شارحه في فيديو ستاندات الاضاءه. بعد كده في المايك دوت موجود برده، مايك الهولي لاند لارك ام 2 طبعا بعد الخصم بتاعه الكبير اللي حصل. في اللو بروفايل ستاند الاسود بتاع 5 فاين، مايك 5 فاين برده الكي 688 والاي ام 8. وفي مايك من ريزر برده موجود هنا. وعندك مايك تاني بادجت من 5 فاين، وعندك الام 2 اس من هولي لاند. مش محتاج اشرح كتير، كل الحاجات دي ليها ريفيوهات على النت يعني، موضوع بسيط تمام. ندخل على القائمه اللي بعد كده، الاضاءه.
طبعا الاضاءه انا عملت فيديو شرح ليها كامل هسيبه لك في الاي اللي فوق لازم تشوفه، ولكن ما قلتش ازاي تشتري. فاحنا هنا هنتكلم ازاي تشتري بالتفصيل. طبعا اول حاجه انا سايب لك الاستندات لوحدها بحيث ان انت ايه الاضاءه تشتريها من غير الاستند وتحدد الاستند اللي انت عايزه من فيديو الاضاءه هتشوفه في الاي اللي فوق زي ما قلت لك. فهتلاقي الحاجه مكتوب عليها هل هي بستاند ولا لا. هنا سوفت بوكس مثلا بدوائر رباعي بدون ستاند، هنا سوفت بوكس كامل مع الاستند. فانت مثلا هنا لو دخلت هتلاقي السوفت بوكس بتاعك الدوائر الرباعي بتاعته من غير جريد ولا ستاند. لو دخلت هنا مكتوب سوفت بوكس كامل 50 في 70 سم مع ستاند والجريد. لو كنت دوست تكوين المنتج هتلاقي فيه اختيارات، هتلاقي السوفت بوكس مختاره، وهتلاقي نفسك ممكن تختار ستاند ب 220 او الستاند القوي اللي ب 320 والجريد مختار اوريدي تمام. فهتلاقي ب 1908 لو بالستاند القوي وب 1808 لو بالستاند الوسط اللي اقل منه شويه اللي انت شفته في فيديو التصوير. بعد كده ممكن تضيف اضف الى السله او تشتريه لو انت اصلا مش محتاج تشتري حاجه تاني معاه. وطبعا في فوق اهو مراجعه الجريد وتركيب السوفت وكل حاجه تقدر ايه تعرفها من هنا. معدات الاضاءه طبعا كلها الضمان عليها 3 شهور برضو، بس يعني في حاجات زي السوفت بوكس هو لو جالك في خلال 14 يوم شغال مش شغال بتبدله على طول فاهم، وما حصلش منه حاجه قبل كده. الفكره اللي انت ايه ما تستناش مثلا الحاجه مثلا شهرين 3 وبعد كده تجربها بعد شهرين 3، لا انت على طول اول 14 يوم جربها بحيث انت يبقى الاستبدال سهل. حتى حصل حاجه بعد شهرين 3 مفيش مشكله بيكون ايه شامل في الضمان. الجريد طبعا وصلك سليم خلاص فاهمني، انما مثلا بعد فتره لقيته اتقطع مثلا بسبب قطه شدته او مثلا انت شدته جامد بالغلط فاتقطع، فده مش هيكون شامل في الضمان. انما جالك في مشكله بيتبدل على طول يعني مفيش اي مشكله. طبعا الجريد هنا بيتباع لوحده لو انت اشتريت السوفت بوكس لوحده. فانا بقول لك الاسهل لك ان انت تشتري المنتج كامل. فانا عامل لك ايه عامل لك الجريد لوحده لو انت عندك سوفت بوكس، عامل لك السوفت بوكس لوحده لو انت معاك الجريد والستاند مثلا ومحتاج سوفت بوكس، عامل لك السوفت بوكس كامل هنا. فدي كده تفاصيل السوفت بوكس في اول 3 منتجات. الاستندات هنا بتقدر تختار الستاند، عندك الستاند الخفيف والوسط والقوي موجوده هنا مكتوبه لك وتقدر تشوف السعر من هنا. وممكن برضو تشوف المقارنه بينهم في الوصف بحيث ان انت ايه لو ايه مش عارف ده ايه الفرق بينه وبين ده وبين ده ومش عارف تشتريه هتلاقيه في الوصف بتاعك في فيديو تقدر تشوفه بكل سهوله. طيب الجريد ده الصغير 28 سم في 40 سم ده بتاع الاضاءه دي اللي هي البلوكمان البي 19 ال 28 في 40 برضو تمام. هتلاقي برضو البلوكمان بجردها وبالستاند ممكن تشتري كل واحد لوحده، بس انا سهلتها عليك وجمعتهم لك اضاءه 40 في 28 سم بالجريد. لو دوست تكوين منتج هتلاقيها قدامك اهو، تقدر تشتري الاضاءه، تقدر تشتري الجريد، تقدر تشتري الستاند ده او الستاند ده او ستاند المكتب. هضيف هنا ستاند المكتب برضو بحيث ان انت لو عايز تحطها على المكتب زي ما قلنا في فيديو الاضاءه، والسعر بيتغير لك طبعا حسب اللي انت اخترته يعني. عندك ستاند المكتب هنا اللي انا قلت هضيفه فوق عشان ناسي هضيفه ان شاء الله. وفي هنا الاضاءه البلوكمان الار جي بي، وفي الاضاءه الار جي بي 600، وفي الجودوكس ار 6، وفي الستاند بتاع الحيط ان شاء الله هيتوفر يعني بقالنا سنه بنقول هيتوفر قريب فايه دعواتكم يعني. طيب احنا كده خلصنا معدات الاضاءه. في ستاندات التصوير انا فاصلها لك لوحدها اهي. عندك الماسكه اللي ب 40 جنيه، وقطعه الحامل الماسكه اللي ب 110 اللي هي 360 ده طبعا تقدر تشوفه في فيديو الاستاندات بالتفصيل. عندك الستاند بيتباع من غير ماسكه الموبايل، فانت بتشتري الستاند ده لو عايز تحط عليه الموبايل بتشتري واحده من الاثنين دول. البول هيد ديت لو انت محتاج بول هيد وتقدر تشتري البول هيد مع ماسكه الموبايل مع ستاند اضاءه فيركبوا على بعض. وبرضه انا عامل لك في قائمه واحده تقدر تشتريهم مع بعض اهو تكوين منتج. هتقدر تجيب الستاند بتاعك وتقدر تجيب البول هيد وتختار ماسكه من الماسكتين دول براحتك بحيث ان انت ايه تختار الستاند بتاعك ويتكون لك بسهوله بدل ما تختار كل واحد لوحده. فانا حاطط لك كل حاجه لوحدها لو انت محتاج تشتري حاجه منهم لوحدها، وفي نفس الوقت حاطط لك كلهم سوا بحيث ان انت لو عايز تشتريها مع بعض وتوفر على نفسك وقت اللي انت تختار كل واحده لوحدها. انما انت مثلا عندك الستاند ومحتاج بول هيد والماسكه فخلاص هتشتري كل الاثنين دول مثلا او الاثنين دول. عندك الستاند ده وعايز الماسكه لوحدها موجود. عندك الستاند ده عايز تعمل الستاند دوت مع البول هيد مع ماسكه هتفتح ده على طول تشتري ستاند الموبايل كامل من غير ما تتلخبط. وستاند اللابتوب شرحناه، وحامل ميكروفون ان بي 39 شرحناه، التليسن شرحناه، والماجيك ارم كل ده في فيديو الاضاءه تقدر ترجع له. والسي ستاند الكبير ده موجود برده. وقطعه تحويل حامل الهاتف ديت بتحول الستاند بتاع المايك لستاند هاتف اللي ب 45 جنيه دي. ما ينفعش تركب على الستاند ده ولا ينفع تركب على البول هيد ولا ينفع تركب على اي حاجه، هي بتركب على ستاند المايك تحوله لستاند تليفون. وما ينفعش تشتري ماسكه التليفون لستاند المايك لان المقاس بتاعه مختلف. فانت كده عرفت ان دي بتتركب مع الستاند ده او ستاند المايك، وديت بتتركب مع باقي الستاندات عادي عشان ما تشتريش دي وتركبها في الستاند العادي فما تركبش معاك فيبقى انت اشتريتها على الفاضي. كده خلصنا قائمه الستاندات. الار جي بي برده موجود هنا وفي اكسسوارات مكتب لانه له علاقه بالاضاءه بس مش هنشرحه زي ما قلت لك انت عرفت كل حاجه عنده. الكاميرات الكاميرات ديت الضمان عليها سنه، وكاميرات متبرشمه مش مستعمله او حاجه ضمان سنه كامله وبتقدر تشتريها من هنا. وطبعا الفلوس بتاعتها كبيره يعني كاميرا ب 190 الف جنيه فهيكون تحويل بنكي اكيد مش هنقدر ندفع كاش
نتناقش مع المندوب هنعد بقى ايه من هنا للسنه الجايه ال 190,000 جنيه دول. المهم فانت بتطلب الكاميرا دي وتتواصل معانا على الواتساب 010037642221. هسيبه لكم في الوصف برضه عشان لو حد محتاج اي حاجه. ستاندات التصوير والار جي بي والكاميرات، في العدسات برضه للكاميرات موجوده نفس الكلام، ضمان سنه كامله، وبتدفع فلوس انستا باي او فودافون كاش. بنتفق يعني ساعتها على الواتساب على اللي هيحصل. ومساحه التخزين برضه بتتباع مع الكاميرات، اللي هو لو انت اشتريت كاميرا ومحتاج ميموري اكيد طبعا فموجوده هنا برضه. خلصنا كده معدات التصوير، دخلنا على الديكور. اساس وديكور عندك الفيوتك ال 50 سم في 50 سم. الفيوتك ده طبعا ممكن تديله هو بيتلزق ممكن بمسدس شمع، والاصح ان هو يتلزق بسيليكون عظم او معجون فيوتك. تمام. لو انت عارف ان انت بتواجه صعوبه في التركيب وبتتقرف وكده، فجيب نقاش يركبه لك ويديك فينش نظافه عليه لون ابيض. لو انت عايز تمشي الدنيا فعادي ممكن تركبه انت بمسدس شمع عادي وتظبط الدنيا، فاهم؟ بس هيكون في نقط بسيطه او يعني ايه علامات بسيطه ممكن متجرح حته بسيطه او كده، لان الفيوتك دوت المفروض بياخد وش لون يعني. الفوم شرحناه في معدات الصوت والديسبلاي دي شرحناها. الموكيت هقول لك ازاي بتشتريه. الموكيت انت بتقيس الاوضه بتاعتك 2 متر في 4 متر، 3 متر في 3 متر، 3 متر في 4 متر. طبعا هو عرض 4 متر ثابت، فانت لو الاوضه 3 متر في 3 متر هتاخد 3 في 4 وتقص متر، تقص متر الزياده دوت هيبقى معاك عادي. تمام. فهو بيتقص مفيش مشكله. بتاعتك 4 في 4 هتاخد حته 4 في 4 وهتلاقي السعر هنا بيتغير معاك. فالصور اللي محطوطه دي اكيد انت مش هيجي لك موكيت الحته دي يعني، فاهم؟ هو بيجي لك الموكيت عرض 4 متر وانت بتختار الطول بتاعه زي ما انت عايز. وفي فيديو شرح هنا برضه، وتقدر تبعت لنا على الواتساب لو انت مش عارف تقيس او مش عارف مثلا تظبط حاجه، احنا هنقول لك تعمل ايه. طيب حامل السماعه هنا، الرف، الزرع برضه هتلاقيه موجود متكرر تاني، والكرسي ومسدس الشمع عشان لو عايز تثبت الفيوتك. كل ده احنا قلناه. لوحه تعليق بسيط جدا. البيج بورد عندك بالمقاس دوت، هتلاقي برضه لونين جوه، الابيض والاسود. عندك البيج بورد مش البيج بورد بقى، لوحه تعليق الصغير 36 في 56 سم. لازم تحطه بالطول عشان في ناس بتاخد ده وبتبقى عايزه تحطه بالعرض. لا هو بيتحط زي ما بيتحط على الصوره كده، ما ينفعش تحطه بالعرض زي ده. فده بيتحط بالعرض ما ينفعش تحطه بالطول، وده بيتحط بالطول ما ينفعش تحطه بالعرض. تمام زي الصوره اللي موجوده بالظبط. طيب لو انت بقى عايز البورد راكب فيه الليد جاهز، مش عايز انت بقى تجيب ايه ليد لوحده وتجيب بورد لوحده وريسيفر واي فاي وتركب وتثبت ورا وكده، وممكن يبوظ منك الليد وانت بتركب وتعمل لك حوارات. لا عايز الليد متركب، فهتعمل حاجه بسيطه جدا، هتطلب البورد جاهز بالليد، مفيش اي مشكله. شوف انا حتى الليد اللي في البورد جايب لك منتج جاهز بيه بحيث ان انت تختاره بيه. انت شايف السهوله فين؟ طيب اقول لك ازاي تختار بقى. بتاع البورد ده يخم شويه في الاختيار. هتدوس على تكوين منتج، هتختار البورد اللي انت عايزه في الاول. تمام. انا مثلا عايز واحد بورد لوح تعليق 56 في 76 اهو، اخترت ده. تمام. بعدها هاجي في القايمه دي اختار نوع الليد. نوع الليد هتلاقي هنا ليد بدون سيليكون للبورد، هكبر لكم الشاشه شويه، هتلاقي فيه 180 سم ليد للبورد الصغير. فده كده للبورد الصغير. احنا مختارين ايه؟ مختارين بورد كبير، فهختار ليد سيليكون للبورد الكبير اهو، بورد كبير واحد. بعد كده اروح لنوع التحكم، يا بريموت يا بواي فاي. انا اخترت مثلا بواي فاي. بعد كده هتروح لنوع الباور، في باور صغير تحت ال 2 متر بس البورد عندنا كبير. الليد بتاعه 180 الليد بتاعه كان كام؟ كان 200 وشويه. استنى نوع الليد بتاعنا 260 والباور ده تحت ال 2 متر، فهنختار الادابتور الكبير لشريط الليد ال 5 متر. تكلفه التركيب هتختار البورد بتاعك واحد بس اللي هي دي. طيب انت عايز بوردين ابيض جنب بعض ويكون فيهم ليد، فهتروح فوق هتختار مثلا بوردين ابيض كبار، ممكن تختار الابيض او ممكن تختار الاسود براحتك. نوع الليد اختار اللي جنبه بقى ليد بورد سيليكون لبوردين كبار جنب بعض بالعرض. تمام. بعد كده هتروح لنوع التحكم واي فاي او بريموت زي ما انت عايز. هتروح للباور، تختار الباور الكبير طبعا. تكلفه التركيب هتختار تركيب ليد للبوردين الكبار جنب بعض اهو. بس انت كده اخترت بوردين جنب بعض، هتركبهم، هتحط البوردين وتوصل الفيشه بينهم، وتحط الفيشه في الكهرباء. البورد بقى بالليد بتاعه مش محتاج تبذل اي مجهود. تتخيل الموضوع سهل جدا في التركيب. انا مثلا عايز ايه؟ عايز بورد صغير، بورد واحد صغير. هروح لنوع الليد، اختار اهو ليد بورد سيليكون صغير للبورد الصغير 180 سم لو تاخد بالك. نوع التحكم هختار واي فاي برضو. الباور هختار بقى الباور الصغير. تكلفه التركيب هختار التركيب ليد للبورد الصغير، لقيته ب 940. طب انا عايز نوع تحكم اقل عشان ارخص شويه، اختار اهو نوع التحكم اللي بريموت، لقيته ب 780 وهكذا. فانت بتختار القايمه دي على حسب البورد اللي انت عايزه، حسب انت عايز بورد واحد ولا بوردين، وعلى حسب نوع التحكم وعلى حسب نوع الباور برضو زي ما انت عايز لو البورد كبير او صغير. فانا حطيت لك كل حاجه في قايمه واحده بحيث ان انت ايه ما تتلخبطش وتطلع بره وتشتري ليد وبعد كده تقول لنا نركبه لك وكده. لا هي القايمه دي مخصصه للجزء ده. اتمنى تكون فهمت يعني. ولو برضو بتواجه صعوبه في اي حاجه ابعت لي. لو انت اخترت اي حاجه غلط من هنا هتلاقي الادمن بيكلمك بيقول لك انت اخترت بورد كبير ومختار ليد صغير. لا انت مختار بورد صغير ومختار ليد البوردين كبار، فهتلاقيه هو بيعدل لك برضو. بس الافضل ان انت تكون متاكد
افضل، بحيث ان ما يحصلش اي خطا في الأوضة. طيب نروح لوحه تعليق تاني. انت كده عرفت البورد وعرفت الليد بتاعه. البورد بيجي بمسامير، وطبعا مش محتاج تشتري مسامير. في تراك كهرباء صغير 1.5 متر، بحيث ان انت ايه لو عايز تخفي السلك اللي نازل بتاع البورد بالليد. عندك علاقه الكيبورد او ممكن تعلق عليها دراعات او كده، دي بتكون صغيره 5 سم تقريبا. وهسيب لكم برده فيديو بشرح فيه كل الاكسسوارات ال 3 دي ممكن اعمل لكم فيديو ليها، هيكون كويس برده بحيث انت تبقى عارف شكل الاكسسوارات. في علاقه صغيره ممكن تعلق كاب، تعلق محفظه، ميداليه، حاجات كده. في علاقه البورد برده هتلاقي مقاسات الحاجه تحتها، دي تقدر تحط فيها قلمه، تحط فيها برفانك، تحط فيها ساعتك، تحط فيها حاجتك. برده عندك الرف الصغير ده تحط عليه زرعه صغيره، فيجر، حاجات بسيطه. محفظتك دوت اكبر شويه، ممكن تحط موبايلك او محفظه اكبر او كده. الرف دوت ممكن تحط فيه كذا حاجه جنب بعض، 3 فيجر مثلا او حاجه، او ممكن تحط كتاب كبير. الرف ده زي برده ممكن تحط 4 فيجر او كتاب او كتابين او 3 كتب جنب بعض، زي ما انا عامل في البورد عندي. الرف ده مناسب جدا لو انت عايز تحط زرعه، لانه عريض فممكن تحط زرعه بكل سهوله. في علاقه الدراع ده برده بتقدر تحط دراع تحت، بتقدر تحط دراع فوق. وفي ديت فيها كذا تدريجه، بحيث ان انت لو عندك كذا ميداليه مفاتيح مثلا تحط ميداليه هنا وميداليه هنا وميداليه هنا، ما تتلخبطش بينهم. عندك حامل الكتاب ده بتشتري منه 2، لازم تشتري 2 اهو، اقل كميه 2 علشان تقدر تحط الكتاب. بتحتاج 2 من ده مش واحد، ما ينفعش تمسك الكتاب من ناحيه واحده، مش هينفع. وبتاعت الكيبورد برضو اقل كميه 2 عشان ما ينفعش تمسك الكيبورد بواحده بس يعني. العلاقه دي برضو تنفع كاب او كده. وفي منظم الكابلات ده بتاع صغيره قد كده، صغيره خالص، بتمسك في البورد بحيث ان هي تمشي لك الكابل اكنه في مجرى، ما يبقاش ايه سايب في البورد كده، زي افيز يعني بس بيتفك ويترك. تمام، دي كده اكسسوارات البورد بتاعتنا كلها. ندخل في بعد كده المكاتب. برضو كانت موجوده هناك، هي نفس القائمه موجوده في ديكوريشن تاني. الكراسي كانت موجوده برضو في قسم المكتب بس متكرره في قسم الديكور. طيب هاردوير، هتلاقي فيه كيبوردات وماوسات وهاردوير ومنتجات للهاتف. الكيبوردات بسيطه عادي يعني ما فيهاش شرح، دي هتلاقي مكتوب لك الكيبورد اسمه، تقدر تاخد الاسم كوبي وتروح على اليوتيوب بيست وتتفرج على فيديو مراجعه للكيبورد اللي انت عايزه. تمام، ممكن تلاقي كيبوردات تانية كمان ضافت لما تفتح الويب سايت. وطبعا هنا هتلاقي برضو في الدراعات وفي الريست باد بتاعه الكيبورد موجوده برضو، وفي الديسك باد لان الديسك باد مخصوصه للكيبورد بتكون كبيره، بتاخد الكيبورد مع الماوس سوا، فحاططها لك هنا برضو. نروح للقائمه اللي بعد كده، ماوسات. هتلاقي الماوس باد بتاعتك موجوده، وهتلاقي الريست باد بتاعه الماوس، وهتلاقي ماوس رخيص، وهتلاقي ماوس غالي برضو متاح، بحيث ان انت لو محتاج حاجه شبه الماستر 3 او حاجه. نروح للهاردوير، هتلاقي حاجات بسيطه، انتنه واي فاي، انتنه بلوتوث اللي هي بتتحط في اليو اس بي بتاع اللاب او بتاعه الكمبيوتر، تخلوا لك فيه بلوتوث او واي فاي. وعندك هنا الدراع برضو للكمبيوتر، وعندك الباور سبلاي دوت. تقريبا الباور سبلاي ده اتباع غالبا، لو متباع هتلاقيه متشال يعني. وفي الشاشه ديت اللي بتتحط على اللابتوب تخليه فيه 3 شاشات، اسيب لك ريفيو ليها فوق برضو جامده وعليها خصم ممتاز. منتجات الهاتف بقى بسيطه خالص، عندك سماعه، وعندك كفر الساعه ديت، وعندك كفر برضو للايفون فيه كاستمايزد باتن، كفر جامد جدا بيتباع ب 3 4000 بره مصر، موجود برضو متاح، هتقدر تشتريه على الستور، وهتلاقي عليه خصم كمان ازيد من كده. تمام، منتجات هاتف خلاص. اصنع الاستوديو لك ديت بقى بتدوس عليها، بيبقى فيه بيلد بقى اللي هو مثلا ايه تكوين منتج. دوست هنا مثلا بيمشي معاك بقى في الخطوات اللي احنا قلناها، مثلا ايه انت محتاج اكسسوارات مكتب ايه، عندك الديسك باد موجوده هتختارها، عندك بعد كده اللايت بار موجود تختاره، عندك الحامل تختار، عندك معدات تنظيم تختار اللي انت محتاجه، اكسسوارات تختار. اللي هو مثلا لو انت عايز تمشي في الخطوات بالترتيب اللي انا كنت قايله تقدر تمشي هنا واحده واحده يعني. تمام، دي حاجه زياده لو حد يعني ايه عايز يسهل على نفسه. بس طبعا انت فهمت الفكره في اللي فات، تقدر تخش وتاخد لفه في كل منتج بالتفصيل. اخر قائمه الاستشارات، دي حاجه كاستمايزد خالص يعني، تقدر ايه تختار ميعاد بتاعك وتدخل تسالني على اي حاجه لها علاقه بالديكوريشن في الاستوديو، تحط الليد فين، تحط المكتب فين، عايز تقسم الاوضه، حاجات بسيطه يعني، مش استشاره مفصله، مش هصمم لك الاوضه كلها، بس هديك افكار ازاي تعمل الحاجه وتجيبها منين وكده بكل بساطه. وبتبعت لنا على رقم الواتساب، وبيكون برده موجود هنا السعر بتاعك، بتبعت التكلفه، وبرده اي اوردر فوق ال 5000 جنيه بتقدر تطلب استشاره مجانا لو محتاج تسال على اي حاجه، مفيش اي مشكله. طيب يا شباب كده احنا شرحنا كل الاقسام وازاي تمشي وازاي تحول لغه الموقع من عربي لانجليزي او كده. وبرده هتلاقي فيه في الحته اللي فوق على الشمال دي في اليوتيوب وفي كل حاجه، تقدر تدوس وتفتح اليوتيوب مثلا تسال على تشوف مثلا فيديوهات شرح او كده، كل حاجه موجوده عندك في الموقع مترتبه. ازاي تشتري بقى؟ عايزين ندخل دلوقتي مع بعض نعمل اوردر كامل من الموقع، بمثلا بالخلفيه اللي ورايا النانو ليف دي، واختار اللمبه دي، وهنختار البيج بورد الاتنين مع بعض، والنانو ليف اللي فوق، وهنختار اضاءه الجودوكس ار 6 دي بالستاند مع الاضاءه الاساسيه اللي انا بصور بيها دلوقتي. تمام، واختار الكرسي اللي هو انا كده عملت لك ايه تقريبا شبه سيت اب كامل. ونشوفوا سعره هيبقى كام بقى، هيبقى سعر مفاجاه طبعا، هيبقى غالي جدا. انا ممكن برضه اختار اكسسوارات مكتب بس عشان ما لخبطكش انا هختار الحاجات اللي انا قلتها بس. طيب اول حاجه انا هتكلم عليها، هروح لقسم ار جي بي علشان اختار الاضاءات الار جي بي دي.
تمام. رحت على قسم مكتب RGB. تمام. هنختار النانو في الاول. النانو اللي ورايا على اليمين ديت عباره عن 12 قطعه. انزل تحت اختار اهو 12، هتلاقي مكتوب عدد الخطوط 12 اهو. تمام. بعد كده نوع التحكم هختار واي فاي. الباور هختار الباور الكبير عادي. اضف الى السله، والسعر ظهر لي اهو 3294. تمام. بعد ما ضفته للسله هرجع تاني واختار خط الاضاءه. خط الاضاءه بتاعي انا 120 سم اللي ورا ده متحكم واي فاي برضو. والباور هختار الباور الصغير مش الكبير، اضيف الى السله. انا كده اخترت دي واخترت دي. هختار النانو اللي فوق دي، هم عباره عن 6 خطوط، فهرجع تاني للRGB وهاجي للنانو تاني وهختار 6 خطوط. تمام. بالواي فاي وبنفس الباور. بعد كده اضيف الى السله. هاجي بقى للبورد، هختار 2 بورد. انا عندي الاتنين بورد هنا، في هنا 3 كيبوردات وفي رف 26 سم، في 3 كيبوردات الناحيه التانيه، فانا اجمالي عندي 6 كيبوردات. اختار هنا من الاكسسوار. انا بحب اختار الاكسسوار عكس لون البورد، يعني البورد ابيض اختار اكسسوار اسود، البورد اسود اختار اكسسوار ابيض. فانا هختار اكسسوار اسود. انا عندي 3 كيبوردات و3 كيبوردات، 6 كيبوردات، 6 كيبوردات في 2، لان كل كيبورد عايز 2، يبقى كده 12 واحده، فهحتاج 12 علاقه. تمام. اضيف الى السله. وهحتاج الرف 26 عشان احط عليه الكتب. الرف 26 اهو اكبر واحد، هختار رف اسود 26 اضيف الى السله. طيب هنروح برضو للوحه التعليق برضو زي ما احنا. انا كده اخترت الاكسسوارات خلاص، مش محتاج اكسسوارات تاني. انت ممكن بقى تختار اكسسوارات، ممكن يبقى انت عندك دراعات فتختار حاجه تانية. انا بعمل اوردر عادي بالحاجات اللي ورايا، فاهم. بس هاجي هنا بقى هختار تكوين منتج البورد بالليد. هختار بوردين ابيض زي ما انا عامل كده. نوع الليد هختار ليد البوردين اكبر ابيض. بعد كده نوع التحكم مش ابيض بقى عادي، ليد البوردين يعني عشان ما تتلخبطش. نوع التحكم واي فاي برضو. باور هختار الباور الكبير. تكلفه التركيب لبوردين. اضيف الى السله. تمام. انا كده اخترت البورد، اخترت النانو دي والليد، واخترت النانو الكبيره دي. هختار الكرسي بتاعي. طبعا الكرسي انا قاعد عليه بتاع ايكيا، فانا هختار الكرسي اللي موجود هنا، بس اللي هو ايه من باب بختار، انت مش شرط تكون محتاجه، يعني انا بقول لك يعني ايه بختار اكني هشتري. تمام. ابيض تصميم. اضيف الى السله. كده انا اخترت الكرسي اللي انا قاعد عليه. تمام. لو المكتب كان موجود بس المكتب بتاعي ده مش موجود، فانت كان ممكن تختار المكتب برضه او كده، ده احنا لو احنا عايزين نعمل الاستوديو كله يعني. طيب في ايه تاني؟ الاضاءه الاساسيه مثلا. اضاءه اختار مثلا في كذا نوع اضاءه طبعا زي ما انا كنت قايل في فيديو الاضاءه، بس انا حاليا هختار السوفت بوكس الكامل اهو. السوفت بوكس بالستاند القوي، واختار الجريد بتاعه واضيف الى السله. تمام. وكان عندي ايه تاني في قسم الاضاءه؟ الاضاءه الRGB الار 6 مع الستاند اللي ب 150 جنيه رفيع ده، اللي هي عامله استنى، هي اللي عامله الافكت اهي، هي اللي عامله الافكت الازرق اللي على وشي من هنا ده. فانا هنزل تحت هختار الستاند اهو اللي ب 150 جنيه. اضيف الى السله، ارخص واحد لان هي خفيفه. وبعد كده هختار الاضاءه الار 6 اهي. اضيف الى السله. هتلاقي علامه السله موجوده على اليمين. طيب نشوفوا بقى السعر وصل لكام بقى. عرض محتوى السله اهو. الحاجات دي كلها، كل الخلفيه اللي ورايا وبالليد الزياده وبكل ده وبالكرسي وبالاضاءه الاساسيه وبكل ده، عملت 3 كادرات وانا قاعد اهو 16900 جنيه. طبعا انت ممكن تبقى محتاج النانو بس ب 2000 جنيه، ممكن تبقى محتاج خط ب 600 جنيه، شريط ليد بقى. دي طبعا افوره مني اللي انت ما عندكش اي حاجه في الغرفه، بس هو بقول لك حتى لو انت ما عندكش حاجه في الغرفه ممكن بادجت 10 15000 جنيه، انت بتتكلم في تقريبا 200 300 دولار بس تقدر تعمل استوديو تقريبا كامل. بس طبعا ده حاجه للتجربه يعني، مش شرط تشتري ده كله عشان ما حدش يتخض. تمام. هنا لو في كوبون خصم هتدخله، انا هدخل كوبون الخصم بتاعي العب الحروف كلها سمول، دوس تفعيل. الخصم 30 جنيه يعني مش كبير لان كل منتج عليه الخصم بتاعه لو تاخد بالك. بعد كده هتدوس على كلمه الدفع. دوست على كلمه الدفع. طبعا الدفع كاش ما تقلقش يعني. اول حاجه الاسم، هتكتب اسمك عادي. بعد كده رقم الهاتف، هكتب رقم الهاتف بتاع الستور 3764221. تمام. ممكن ما تحطش اول صفر ده لان في كود الدوله اهو. ادخل العنوان، هتكتب العنوان بتاعك طبعا صح. ادخل رقم الشقه وكده هتكتبهم صح، انا بكتب اي حاجه دلوقتي. الدوله مصر، المدينه مثلا اسكندريه، انا في اسكندريه، انت ايا كان يعني. بعد كده هنا بتختار المنطقه، اسكندريه برضو. ممكن بقى انت لو في القاهره او كده وفي مناطق كتير او في قريه، فانت بتختار اقرب حاجه ليك. يعني انت مثلا ما لقيتش، انا مثلا في سيدي جابر ما لقيتش سيدي جابر، لقيت سموحه، فسموحه قريبه لسيدي جابر او تابعه ليها، فتقدر تقول سموحه. فهكذا انت مثلا في مدينتي ومش عارف مثلا اقرب حاجه ليك مثلا مش عارف كومباوند كذا، فانت مش لاقي كومباوند كذا ده، بس مدينتي هي المكان الاكبر، فانت هتختار المكان الاكبر. مدينتي دي تابعه مش عارف مثلا الاسم مثلا كذا، فانت هتختار الاكبر. فانت تشوف اكبر حاجه موجوده، ما لقيتهاش يعني انت هتشوف الاول التخصيص. لو مثلا ايه انت ساكن في سموحه
سموحه هتشوف سموحه، ما لقيتش سموحه هتدور على المنطقه الاكبر. سيدي جابر مثلا ما لقيتش سيدي جابر هتدور على المنطقه الاكبر، وهكذا يعني، وقت حسب ساكن فين. تحت ممكن تسيب ملاحظه ليا لو انت مثلا خايف مثلا من منتج معين عايز تسال سؤال، بتسيبه هنا واحنا بنرد عليك في الواتساب. طبعا انا كتبت هنا المعلومات اللي احنا محتاجينها، انت هتكتب المعلومات صح، مش هتكتب زي العنوان وكده، لا اكتب عنوانك بالتفصيل يا صاحبي. تمام، متابعه الى التوصيل. انت ممكن تحط رقم تليفون تاني. انا كتبت، انا بدلت، المفروض ده رقم الهاتف الاختياري، فانا همسحه لو انا ما عنديش غير رقم تليفون واحد، وهكتب رقم تليفون ايه الاساسي اهو. كتبت رقم التليفون الاساسي. عندك رقم تليفون تاني هتكتبه في الخانه الثانيه. انا اتلخبطت كتبت في هنا الاساسي ومش لاقي رقم تليفون تاني اكتبه هنا، فخد بالك من الموضوع. طبعا انت اكتب رقمين افضل، رقمك ورقم والدك، رقمك ولد ورقم مامتك مثلا، بحيث انت لو مش موجود في البيت او نايم حد تاني يكون موجود ويستلم. طيب حته في الشحن برضو، انت ليك 3 محاولات توصيل، ما توصلش للثالثه ابدا لان الثالثه غالبا بتتلغي. فانت ايه مثلا اليوم ما كنتش مناسب معاك، خلاص هتاجل لبكره، هتستلم بكره. ممكن تاجل خلال الاسبوع، يعني انت مثلا طالب يوم السبت ويوم الاحد والاثنين والثلاث مش فاضي، ممكن تاجله اليوم الاربع او الخميس في نفس الاسبوع. ان مثلا ما تفضلش كل يوم تاخر، لو مثلا ايه النهارده اقول له بكره وبكره اقول له بعد بكره، فانت كده عمال تعمل محاولات شحن فيتلغي وتدفع شحن لينا في الاخر عشان احنا دافعين الشحن شركه الشحن مقدم. فحاول ما تعملش كده، وهنتكلم اكتر في الشحن دلوقتي. تمام، انت ممكن تختار بوسطه، لو انت متعامل مع بوسطه عايز تختار ارمكس هتختار ارمكس براحتك. طبعا شايف السعر بتاع ارمكس بيكون اغلى يعني، فانا هختار مثلا بوسطه اهو. بعد كده ارغب في فتح الشحنه او لا، بتعمل تشيك هنا بوكس او لا. انا مش بفضل تفتح الشحنه لان كده كده حتى لو في مشكله فانت غالبا هتستلم، بعد كده هتاخد بالك من المشكله بعد ما تستلم، فاستلم وبعد كده لو في مشكله احنا بنحلها لك ان شاء الله. عايز تستلم وتطمن مفيش مشكله، تفتح الشحنه وتطمن مفيش اي مشكله، بس المندوب ما بيستناش فعشان كده ما بحبش. تمام، بس انت براحتك. تابع الاتمام عمليه الدفع. تمام اهو وصلني التفاصيل. ادفع الدفع عند الاستلام. دفع انت كده مش بتدفع بالفيزا، انت كده بتدفع عند الاستلام عادي. تمام، بس كده الطلب اتاكد، عشان في ناس ما بتاكدش الاوردر وتوصل للحته دي وما بتدوسش على كلمه دفع، بتفتكر اللي هو عايز ياخد فلوس او حاجه، لا هو قصده اللي انت تدفع لما تستلم. وهنا بعد ما وصلت للمرحله دي عمل لك علامه صح وكتب لك رقم الطلب، ورقم الطلب ده احفظه. يعني هنا رقم الكود بتاع الطلب ده 945، احفظه عشان ممكن تسال عليه في الستور او تاخد سكرين شوت. بس انت كده عندك التفاصيل كلها اهي. طبعا اول ما انت اكدت الطلب ظهر لك رقم الواتساب اهو، تقدر تاخده كوبي وتتكلم معانا عادي مفيش اي مشكله. هتلاقي الادمن بيدخل يكلمك في خلال يوم، بيبعت لك سكرين شوت من الاوردر، عايز كود تتبع بيبعت لك كود التتبع، بيقول لك الاوردر يوصل في وقت قد ايه. هتقدر تسال على الاوردر مع الادمن، تقدر تتاكد من الفاتوره بتاعتك انت طالب ايه، فبص في التفصيل انت مثلا ناسي ريسيفر، ناسي مش عارف حاجه بسيطه، السوفت بوكس اشتريته من غير جريد وبعد كده بعت لك الفاتوره، تقدر تزود الجريد، كل ده متاح. اشتريته مش عارف تعدل على الاوردر لان مفيش تعديل على الاوردر من الموقع، مفيش مشكله برده، بتكلمنا على الواتساب المكتوب ده، بتقول لنا اوردر رقم كذا او اوردر باسم كذا، انا عايز اعدل على الاوردر واضيف جريد، عايز اغير حاجه، عايز اشيل حاجه، عايز تلغي الاوردر بتكلمنا على الواتساب بتقول لنا الاوردر الفلاني ده انا عايز الغيه مش عايزه، عايز تاجل الاوردر لوقت معين بتكلمنا يا جماعه انا محتاج اجل الاوردر لليوم الفلاني. تمام، فحاول يكون في تواصل بيننا، ما تبقاش انت مثلا اشتريت الاوردر وتنساه فما يجيش فاكلمنا نكلمك نقول لك على حضرتك الشحن وكده، الموضوع بيكون ملوش لازمه يعني، فاهم؟ فانت يا اما تفتكر يا اما تتابع معانا على الواتساب. تمام، وهتلاقي حد كده كده بيكلمك لان الاوردر ما بيتشحنش من غير ما حد يتكلم معاك، يا اما بالتليفون يا اما يكلمك واتساب وياكد معاك الاوردر. طيب حاجه مثلا اوردر كبير زي دوت، بناخد بالنا اللي احنا مثلا اللمبه دي ما بتتشحنش مع البورد، فانت هتطلب كله مع بعضه مفيش مشكله. احنا بقى هتلاقينا بنقسم الاوردر على اجزاء، يعني مثلا ممكن السوفت بوكس مع الاضاءه مع كذا والبورد لوحده، ممكن مثلا البورد لوحده والسوفت بوكس والاضاءه لوحدها وبعد كده اللمبه بتتبعت لوحدها، فانت مش بتدفع شحن زياده، فانت هتلاقي الاوردر ممكن يجي لك على كذا شحنه مش شحنه واحده، بس انت ما بتتحملش شحن زياده. حصل مشكله في الاوردر لما جالك طلع مكسور طلع فيه مشكله، بيتبدل لك مفيش اي مشاكل، او بتتعوض بفلوس عليه او بيرجع مفيش اي مشكله بدون اي فلوس. حصل اي مشكله في الضمان في خلال 3 شهور او في خلال سنه على حسب الضمان المنتج نفسه، بترجع لنا مفيش مشكله. الاوردر بنسالك معاك الصوره السكرين شوت بتاعت الفاتوره او حافظ رقم الاوردر كام، بتقول لنا رقم اوردر 900 الليد مثلا ايه بقالي شهرين، وبعد كده الريسيفر باظ لوحده من غير ما اشده من غير ما اقطعه من غير اي حاجه، بنبعت لك ريسيفر بداله مفيش اي مشكله. ده كده كانت كل التفاصيل، لو افتكرت اي حاجه تانية هعمل لكم عنها فيديو. شكرا اتفرجت لغايه الحته دي، واتمنى اكون ساعدتك توصل للاستوديو اللي انت بتحلم بيه، او توصل لمكان تذاكر فيه، او مكان لمزاجك، بس انت فريلانسر وزي الفل والدنيا معاك تمام وعايز تعمل مكان لمزاجك، تولع ار جي بي قدامك، تولع لايت، تعمل ديكور، تعمل حاجه كويسه تشتغل فيها اكنك شغال في شركه بس، فده الهدف. شكرا اتفرجت على الفيديو الاخر، سلام. الفيديو كان متعب يا جدعان، انا بصور بقالي تقريبا ساعه، كمان خلاص هتفصل مني، فسلام يا شباب نطفيها بقى عشان ايه احنا طولنا في الكلام قوي.